بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج ببساطة مهمة اليوم. ومهمة اليوم النهاردة أنا عايزك يكون لك هدف في الحياة، لأن بشوف ناس كتير بتقول أنا نفسي أموت، في ناس كتير بتقول أنا مش عارفة يعني أنا عايشة ليه، وده بيكون سبب إن هو فعلا مش عارف هو عايش ليه، ملوش هدف. والواحد لما يكون عنده هدف في الحياة عايش له وله رسالة في الحياة، بتلاقيه إن هو صاحي نايم بيسهر الليل عشان يحقق رسالته دي، وحاسس إن حياته ليها قيمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يستيقظ من نومه كان يقول: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. احنا عايشين عشان طبعا الجنة، ولينا يكون لينا رسالة في الحياة ولينا بصمة في الحياة، ما يكونش ان احنا جينا زي ما رحنا. فمهمتك النهارده عايزك تحط ليك هدف في الحياة، وتعلم أن الحياة يعني خير والحياة نعمة. أي إنسان مات حوالينا من قرايبنا أو من صحابنا كان يتمنى دقيقة في حياتنا يتوب إلى الله عز وجل بيها، يعمل بيها حاجة للفقراء، حاجة للمساكين، يعمل بيها شيء يحط بصمة في الحياة. فأنت الحمد لله عايش، فاستغل الحتة دي. فالحياة نعمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نتمنى الموت، بل نقول: اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مهمة النهاردة عايزك تحط هدف ليك في حياتك، يكون له وقت تقدر تحققه، ويكون هدف سهل إن شاء الله أو يمكن تحقيقه، مش هدف فيه إعجاز أو حاجة. وبالتالي تشعر بثقة بنفسك، وتشعر لقيمة ليك في حياتك، وتشعر أنت عايش ليه أصلا. فثقتك بنفسك بتستمد بأن أنت ليك رسالة وليك هدف أنت عايش له. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك رب وأتوب.